موقف مش لطيف وما اتمنالكش في يوم من الايام تقعد فيه نهائي. هحكيه لك بس مش من باب ان انت ايه يعني، انا هحكي لك زي ما حصل. انت بقى ايه اللي عاوز يعتبر يعتبر. صلي على النبي. امبارح بعد نهايه احد المجاميع المحترمه جالي ولي امر، تمام، مستني بنته، وتقريبا لاول مره في السنه يقرر ان هو ايه، طب ما اخترق حاجز ان انا مستنيها. فراح داخل كده قال ايه، يسلم وبتاع، اهلا وسهلا زي حضرتك، انا بس عاوز اطمن ايه على البنوته. قلت له عينيا. فروحنا مطلعين الكشوفات من اول يوم دخلت لحد امتحان الحصه. فغالبا الراجل كان ايه، فاكر ان الدكتوره راحت والدكتوره جت، الدكتوره طالعه من الدرس، الدكتوره رايحه الدرس، واكتشف ان ايه، البهيمه راحت البهيمه جت. هي درجاتها مش زباله، بس مش زي ما كان متوقع خالص خالص. فاللي انا بقوله لك ده مش من باب السخريه ولا ماده خام للضحك نهائي، ده ماده خام للاتعاظ. الراجل لولا ان كان معانا من ضمن طاقم المساعدين حد في المجال الطبي ولحقه باسعافات اوليه، كان ممكن يروح في جلطه. ليه؟ صدمه. خد بالك برضو، ما هنا ايه، فكر كده بالراحه، زيه زي اي ولي امر. بقالنا اسبوعين واكتر الدنيا بتدي اولياء الامور على قفاهم وضحناهم، ويعني من اقلهم لاعلاهم. فخد بالك، هو بقى ايه، جوه منه اتنين بيضربوا فيه، الظروف الحياتيه بتضرب فيه وبيضرب في نفسه هو كمان. ليه بقى؟ عشان لما يخش البيت ما يظهرش اللي جواه للناس اللي في البيت، ودي طبيعه اي ولي امر. ما هو مش هيجي كل يوم يقعد يشكي لك انا اتعمل في ايه النهارده، ولا الحاجه بقت بكام، ولا يقدر يكفي المصاريف ولا ما يقدرش يكفي، ولا اتصرف ازاي. فعشان ما ينقلكش المأساة اللي بره ويسيبك عايش زي ما انت عايش في ميه المخلل، مقتنع ان الدنيا تمام، عشان ما يأثرش على فكرك ولا على تركيزك. فالراجل فعلا في لحظه انا كنت بترعب انه هيموت. ليه؟ من العشاء. ما هو الراجل مستحمل اللي بيتعمل فيه بره ليه، والدنيا بتلطش فيه ليه؟ عشان في الاخر في يوم من الايام حضرتك تبل ريقه. طب حضرتك ما بلتش ريقه، انت جبت جردل للميه ودلقته قدامه. خد بالك، ده انا اللي ماليش دعوه بيهم، هما الاتنين في بيتهم، انا كنت هموت من القلق عليه ومن الحزن على اللي هو فيه. ما بالك لو انت السبب في اللي ولي